الجهاز اللي معانا ده شباك 1.5 حصان، حاجة كده من الزمن الجميل. أيام لما كان الجهاز ده نازل في البيوت المصرية ما كانش بيشتغل غيره، ما كانش في حاجة اسمها إسبريت، كان هو الوحيد اللي شغال وسهل في التركيب. مسمارين في الجنب الصاج بتاعه اللي بنقول عليه الكيسنج بيتركب وبيخش جواه، عبارة عن عامل زي الكومودينو كده لما بيدخل جوه الصندوق ده. فطبعا عشان تيجي تغسله لازم تفك الكيسنج الجهاز كله، غير لما هتنقل الجهاز من مكان لمكان بتفك معاه الكيسنج كله والكفر، كل حاجة بتفكها. فطبعا لما بتفك بتبدأ بقى تتعامل مع الجهاز اللي انت بتغسله كله صاج، وبتغسل الجهاز نفسه من بره وكل حاجة. فزي ما احنا ما بنشوف الوحدة كلها على بعضها باكج، بتغسل السربنتينة، بتغسل الكويل، بتغسل الموتور، بتغسل كل حاجة في الجهاز. المشكلة بقى في الجهاز ده ان هو لو اتنقل من مكان لمكان وحصل ان الماسورة اتكسرت او في زيت طلع من الموتور دخل للمواسير، بيعمل عملية سدد او تهريب فريون. ففي تلك الحالتين بيفقد فريونه. في فرق بين ان هو يبقى بشحن مصنع، وفي فرق بين ان هو يبقى شحن صنايعي. فطبعا شحن صنايعي ممكن مثلا يبقى شحن 50-50 او 70 او كده، بخلاف لما بيكون شحن شركة بيقعد معاك 10 سنين شغال مفيش اي مشكلة خالص. لو هيبقى شحن صنايعي وحد شاطر في المهنة وبيشتغل فيه كويس، طبعا هينضف المواسير وهيغير زيت للموتور وهيغير كابيلاري وهيغير كام حاجة فيه عشان يقدر يخليه بجودة عالية ويشغله زي الفل تمام زي ما كان. غير كده الجهاز ممكن يخش في مشاكل لدرجة ان في ناس بتستخدمه قطع غيار، المروحة يركبوها لشباك تاني، الكباس يركبوه لوحدة سبليت. فيبقى الجهاز كله بدل ما كان ان هو مؤهل انه يشتغل تاني، لا هو ممكن يستخدمه قطع غيار. ففي اجهزة بتتغسل بره وجوه وبترجع تشتغل زي الاول واحسن من الاول كمان، بخلاف لما يكون في مشكلة في الكارتة وتتصلح وكده. اللي انا عايز اوصله ان في لسه اجهزه مستعمله شباك لحد الان شغاله كويس وثابته وجودها في اماكن كتيره عند زباين كتيره، بس مش كل الاجهزه بنفس الكفاءه بتاعتها زي زمان، لان حصل تطويرات وتغييرات في انواع الفريون، فخلى بقيه الاجهزه اللي نازله كلها سبليتات غطت على الاجهزه الشباك دي. اصبح الاجهزه الشباك ديت اللي عنده جهاز بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحافظ عليه، بحيث ان هو يشتغل عنده في اوضه النوم، اوضه الاطفال، فيظبط معاه شويه. غير كده بقى بيفكر ان هو يبيعه ويجيب جهاز سبليت شغال سواء مستعمل او جديد وبيظبط معاه الكلام. وهنا زي ما احنا ما بيبقى شايفين الجهاز كل حاجه فيه بتتغسل علشان لما يجي يشتغل يرجع نضيف زي الاول ويديك تبريد وسوهية مفيش بعد كده. وبعدين بيبدأ يركب. كل حاجة فيه لما بتنضف خلاص بقى بيشتغل وبيديك تبريد أعلى وأعلى بكتير ما كان موجود، وبيفوق أكتر وبتلاقيه كأنه لسه جاي جديد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.